مشيت كنجري وشتا كتصب باش نتبع المحبوبه ديالي. غادي نوقفها وغادي نقول لها صافي بغيتي تخلي عليا، غدور عندي وغتقول لي انت اللي بغيتي تخلى عليا. وهنايا غادي نقول لها انت هي الحب ديالي، نعطيك كلشي، روحي الا بغيتيها خوديها. وهنايا غادي تعرفوا باللي انا ممثل سميتي ايهاب 18 سنه، وهاد الممثله اللي معايا سميتها نوره. لاصقه عركه انا ما كنحملهاش، ولكن هي ديما لاصقه فيا حتى هي ممثله معروفه. وملي درنا هاد الفيلم ولينا مشهورين بزاف، صورنا مع بعضياتنا ولاو في كاع البلايص، جرائد، الصحف، مجلات، ولات متيقه راسها باللي هي المحبوبه ديالي. وماشي غير هي، حتى ملي رجعت واحد النهار للدار حتى غادي نلقى واحد خيتي ما عرفت منين دخلات، وحتى هي من المعجبات وبغات تهجم عليا. الحمد لله عندي احسن سيكوريتي اللي كاينين في هاد المدينه وغادي يقدروا يخرجوا عليا، ولكن انا بقيت مصدوم. اليوم غادي تشوفوا القصه ديالي ايهاب الممثل، كيفاش غادي نلقى وحده اللي غادي نبغيها من هاد المعجبات كاملين. غتكون القصه طويله شويه، ايوا دور التليفون خذ لك شي لعيبه حداك كلها باش ما تبقاش غادي جاي للكوزينه. ونبداو على بركه الله. انا كنعيش مع الام ديالي، والام ديالي كتعطيني غير الخضره وشويه ديال اللحم باش تحافظ لي على الريجيم. الام ديالي حتى هي ممثله معروفه، وهي اللي كتحكم فيا، كتسني على العقود، وهي اللي كتدبر لي على بروجيات وعلى الاشهارات. المشكله انني فيما كنخرج نوره حتى هي كتبقى لاصقه فيا، صيف الشتاء خريف، طلعت ليا في راسي لدرجه انني كنقصح مع الهضره والو ما كتحس بتا شي حاجه. عاد ما كتزيد فيه غندور راسي حتى غيبان لي واحد الجيش ديال الدريات جاي هاجم علينا. الحمد لله هربت. بقيت كنفكر بزاف وكنقول بلي هاد الحياه هادي ولا طالعه عليا في راسي. كندير هذاك الشيء اللي كنبغي هو التمثيل، ولكن راه بزاف حتى قهوه ما نقدرش نشربها على خاطري. هنايا غناخذ واحد القرار وغادي نمشي عند الام ديالي وغادي نقول لها بارك عليا بغيت نحبس شويه التمثيل. غتخرج فيا عينيها وغتقول لي هذا راه المستقبل ديالك وعندك بزاف تاع الجمهور وكل شيء باغيك تخدم معاه. غنقول لها انا ما باغيت شي حاجه من هذا الشيء، بغيت نعيش شويه حر. كتقول لي لا ما غاديش نخليك تحطم المستقبل ديالك بيدك، انت دابا راك نجم. وهي الصراحه قدام الناس راه كنبان انا هو السبع، ولكن بصراحه ما كنحس بتا شي حاجه من هذا الشيء. وهنايا غتجيني واحد الفكره، الا بغيت نخرج برا وتا واحد ما يعرفني خاصني نبدل الشكل ديالي نبدل حتى الستيل ديال اللبس ديالي. وهنايا غندير واحد البيريك وغندير نضادر وغنلبس واحد الحوايج شويه مبهدلين باش مسخين، ولكن ماشي ماركه، يعني كنبان انسان عادي جدا. حتى لدرجه ان الام ديالي ملي غتدخل غتخلع وغتقول لي فين درتي ليا ولدي. وهنا غادي نريح وغادي ندوي معاه عاوتاني وغنقول لها الوالده شوفي اعطيني غير عام واحد ارتاح فيه شويه وحوليني من المدرسه، بغيت نعيش شويه بسيط. غتقول لي واخا، ولكن ما غيكونش عندك السيكوريتي، ما غتكونش عندك الطوموبيل. حاجه وحده غتاخذها هي لاكارت باش تصرف. العز اخيرا، الحريه اخيرا، غادي نعيش العيشه اللي باغيها انا. غادي نخرج وهنايا غادي نشوف باللي الناس حتى واحد ما كيشوف فيا، حتى دريه ما تابعاني. كنت فرحان بزاف، غادي طالع من واحد دروج وانا نتعكل. صافي قلت اليوم غادي نموت حتى غتجي واحد الدريه وغادي تشدني. فريمو اول شوفه شفت فيها عجباتني بزاف. قالت لي حدي راسك مره اخرى وعرف كيفاش تمشى وغادا تمشي. كنت باغي نتعرف عليها. غتركب في واحد الموتور كبير، غتشوف فيا اخر شوفه وغادا تمشي. في هاد اللحظه هذه كنت كتمنى انني نشوفها مره اخرى. من بعد غادي نمشي للمدرسه. ملي دخلت القسم كلشي كيشوف فيا باستهزاء. الحمد لله حتى واحد ما عرفني. غادي نمشي باش نريح، ولكن واحد الدري اللي سميتو ريان غادي يضرب لي الكرسي وغادي نطيح. وهنا كلشي غادي يضحك عليا وانا كنت حشمان. غادي نوض بلا ما ندير لا صداع لا والو وشويه حتى غتدخل هذيك الدريه اللي عتقادني. كنت مصدوم. الامنيه ديالي تحققات، ولكن اللي لاحظت ان كلشي معجب بها. كاع الدراري اللي معايا في القسم ما كرهوهاش تكون الصديقه ديالهم، ولكن هي غادا تجي عندي، غادا تريح وغتقول لي جيب كرسي واجي ريح حدايا. هنا رايا الباسل غادي يجيب لي واحد الكرسي يقول لي هكا بابا سير ريح حدا ماماك. وبغيت تسبب لي زعما في الاحراج، ولكن ملي ريت حداها الحصه كامله وانا كنشوف فيها وكنقول في راسي كون دابا عرفاتني بانا هو ايهاب وحاش غتكون المعامله ديالها بحال هكا. بالعكس غتكون بغاتني النهار الاول من الشوفه الاولى، ولكن حسيت بشي حاجه من جهتها. اللي كملنا الحصه غادي نهود المطعم. الله يا ربي الله، اللحم اللي حرمني منه الوالده. نجبد لاكاطو ونقول لها اعطيني التبصيل كامل. غتقول لي لا ولدي راه باقيين دراري اخرين تما خاصهم ياكلوا. ريان واصدقاء ديالو واقفين حدايا ومصدومين من لاكارت اللي جبدتها. حتى غتجي هذيك الدريه اللي عتقاتني وغتقول لها صافي اعطينا تبصيل غادي نمشي نريح انا وياه. انا عرفت بلي ما نقدروش نشريو كل شيء، خاصنا ناخذو بالقياس باش كل واحد ياكل. بعد ما ريحنا كلينا. وهنا غادي نسول على الاسم ديالها وغتقول لي بلي الاسم ديالي اسماء، وحتى انا غادي نقول لها الاسم ديالي هو ايهاب. قول لي ما عمرني شفت في المدرسه، واش انت جديد هنايا بديت كنقز. ما بغيتش نقول لها الصراحه، بطبيعه الحال انا جاي متنكر باش حتى واحد ما يعرفني. الظاهر ان اسماء معجبه بيا ولكن ما متاكدش.
من التصرفات ديالها كتبان بانها كتعامل طبيعي. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نزرب على راسي ونقول لها انا بلي معجب بها. كما قلت لكم في الاول ماشي انا بوحدي اللي معجب بها، المدرسه كامله كلشي باغي يطيح معاها، لدرجه ان واحد راه بغى يخطبها وجاب ليها الورد. هذاك ريان اللي بغيت نقول لكم. اي واحد كيجي كيعيق عليها ولا اي لعيبه ما كتعقلش عليه، كتركب في موطورها وكتخلي وراها العجاجه. واحد النهار وانا جاي في الكولوار حتى غادي نسمع ريان والاصدقاء ديالو كيهضروا عليا وكيقول لهم باللي جاتني واحد الفرصه بانني نقدر نمثل في بلاصه ايهاب، حيت ما عارفينوش فين مشى هاد المده هادي. هادشي غادي يعطيني فرصه باش نولي ممثل مشهور. بلا دخل القسم مريح انا واسماء شويه حتى غيجي عندنا ريان وغيجيب لنا جوج بطاقات وغادي يقول لنا راكم معروضين باش تجيو تفرجوا في التورناج، غادي نولي ممثل كبير. وبغى يبدا يعيق علينا. هنا اسماء غتقول ليه واش بغيتي تولي ممثل بحال ايهاب؟ انا ما كنحملك لا نتايا لا هو، جوجكم متكبرين وفيكم العياقه. وانا هاد الهضره هادي قصحاتني بزاف وغنقول لها لا ما فيش العياقه. غادا تنوض ما غاديش يعجبها الحال وغتمشي بحالاتها. من بعد غتفرد بيا راسها وغتقول لي اشنو عجبك في هذا الممثل، واش كيعجبك الرجال ولا شنو؟ نقول لها لا ما كايناش هاد الهضره هادي، ولكن انا ما كنبغيش نهضر في الناس، كنبغيش نحكم عليهم غير المظهر ديالهم ولا من التعامل ديالهم. غتفهم الموقف ديالي. ولكن واحد النهار وانا جاي للقسم غادي نحل الخزانه ديالي وغنلقى واحد الرساله. اسماء كاتبه واحد الرساله وقالت لي نتلاقاو في الطابق الثالث. او علاش نتلاقاو في الطابق الثالث؟ هي كتهضر معايا نورمال وغادي ندير داكشي اللي قالت لي في الرساله. ملي غنطلع للقسم غادي ندخل غادي نلقاه خاوي وهنا غيتسد عليا الباب. حاولت انني نحلو ولكن ما قدرتش. المصيبه الكبيره هو في هاد القاعه هادي كاينه واحد اللفعه وانايا كنخاف من هاد اللفاعي. اللفعه حسات بالخوف ديالي وبغات تهجم عليا ولكن عندي الزهر. اسماء غتشد هاد الحنش هذا وغادا تلوحو من الشرجم. غنقول لها كيفاش عرفتي بلي انا كاين هنايا؟ غتقول لي بلي سمعت ريان والاصدقاء ديالو ديري لك خطه وانا قريت الرساله قبل منك وجيت هنايا قبل منك، حيت عرفتهم واش باغيين يديروا لك. كلشي بقى كيضحك عليا حيت كلشي سمعني وانا كنغوت. في العشيه غادي نمشي لواحد الريستورا باش ناكل الحيمات، هذاك الشيء اللي حرمني منه الوالده. ولكن المشكل نسيت البسطام ديالي في الخزانه، ما لقيتش باش نخلص. غيوقف عليا الجيرو وهنا غيقول لي ما بغيتيش تخلص غادي تغسل المواعن. ناري على كوشمار، ما عمرني غسلت المواعن في حياتي، حتى كيفاش غادي ندير ليهم؟ ويا حتى غيتحل الباب وهنايا غتبان لي اسماء. نقول لها شنو كديري هنا؟ غتقول لي جيت باش نعاونك. كنقول لي تشاك باللي اسماء كتراقبني وانا مصيفطاها الوالده. كاين هاد الوقفه اللي واقف انا وياها غادي نسولها بزاف الاسئله ونقول لها فين هما الاباء ديالك وكيف كتعيشي؟ غتقول لي بلي الاباء ديالي توفاو وانا كنعيش غير انا والاخ ديالي الصغير. غد ليه كالكاستينغ دار ريان غادي يمثل ومشينا نتفرجوا فيه. ولكن السيد حاول انه يبين الموهبه ديالو ولكن ما عنده حتى شي موهبه. حتى من المخرج بقى كيغوت عليه كيقول لي عطينا احسن ما عندك والو. السيد كيعبر بحال ما عنده حتى شي احساس. مخرج كان كاعي بزاف. شويه سناء غادا تنوض وغتقول لي واش تقدر تجرب هذاك السيد اللي داير سرباي راه ممثل واعر. وهذه كانت هي الفرصه ديالي باش ننتقم من ريان. غادي يعطيو التكست ديالي وغادي نبدا وغادي ندير لهم واحد الدور كما كنمثل. راكم عارفيني انا ممثل. كلشي عجبته وكلشي بدا كيصفق عليا. هذاك الشيء اللي كانوا كيكرهوني به دابا كلشي ولا كيبغيني. وريان مشات ليه الفرصه بانه يولي ممثل. عنده الرغبه ولكن ما عندوش الموهبه. بعد هاد المسرحيه هذه غتقول لي ما عرفتش بلي عندك احاسيس بحال هادو وهنا حياتنا غادي تطور. ولات العلاقه ديالي ما بيني وما بين سناء كتطور نهار مورا نهار. ولينا كنمشيو للريستورا كناكلو ما نخلصوش غير باش نجمع انا وياها في الكوزينه ونغسلو المواعن. بغات توريني الموهبه ديالها. سناء مصممه ديال الدراجات الناريه. مستقبلا هذه هي الخدمه ديالها اللي باغا ديرها. وهي غادي يعلقوا واحد الصوره ديالي في المدرسه. هنا سناء غتاخذ واحد السيلو وغتمشي للتصويره ديالي وغادي ترسم عليها. انا غيتحطم كلشي وغادي نقول باللي هذه ما كتبغينيش ولا عرفت الحقيقه ديالي غتكرهني اكثر. غادي نسولها وغادي نقول لها علاش كتكرهيه؟ غتقول لي حيت ما كيديهاش فيا. واحد النهار بغيتو غيسني لي في واحد ورقه ولكن والو ما عقلش عليا ومن تما كاين كنكرهو حيت كيمشي غير هذوك البنات اللي كيكونوا مبوكسات وزوينات وانا حيت معاك دايره كاسكيطه ما بغاش يشوف فيا الشوفه. اللي سمعت هاد الهضره هذه الليله كامله منعس وبقيت كنفكر وكنقول الا عرفت الحقيقه ديالي اشنو غادي يوقع. واحد النهار غيجي واحد الاتصال وانا غتخلع وغتمشي كتجري. غادي نتبعها ونقول لها واش نمشي معاك؟ كتقول لي يلاه طلع. وغادي نمشيو للسبيطار. هنايا غادي نشوف الاخ ديالها اللي اول مره مريض مسكين ولكن ما بقى ليه والو وغادي يخرج. وهنا غادي يخرج فيا عيني وغيقول لي واش انت الصديق ديال اختي؟ الا تاديتي عليها ولا درتي لها شي حاجه خايبه غادي نتكرفص عليك. هدأته وقلت ليه ما تخافش غير كون هاني. وهنايا غادي نكون تعرفت على الاخ ديال سناء. من بعد من سالينا من عنده غادي نخرجوا وغادي نركبوا عاوتاني في الموطور وغتقول يلا غادي نمشيو لواحد البلاصه. كسيري بالموطور وغادي نخرجوا من المدينه وغادي نكونوا في واحد الجرده اللي كبيره. وهنايا غادي تعترف ليا بانها معجبه بيا
ليا وحتى انا اعترفت ليها بهذا الشيء، ولكن ندمت على واحد الحاجه حيت لدابا انا كنكذب عليها ما نقدرش نواجهها. لهذا غادي نوض وغادي نمشي بحالاتي بلا ما نعترف ليها بلا ما نقول لها اشنو واقع. غد ليه وانا راجع للمدرسه حيت غيبان لي واحد الصف طويل، وملي غنشوف الراس غتبان لي نورا ما جاياش غير هكاك، جايه كتقلب عليا. انا غادي نعرف الام ديالي قالت ليها فين كاين. هيا غادي نعيط للام ديالي وغادي نقول لها علاش قلتي ليها باللي انا كاين هنايا. قول لي يا ولدي صدعت لي راسي كل نهار جايه وكتغوت وباغا تعرفك فين كاين. اللحظه هذه حتى غتجي اسماء وكتقول لي اشنو كدير هنايا. قول لها والو غير كتهضر مع الوالده في التليفون. هي اسماء حتى غتقول لي وهذيك السيده اللي سميتها نورا راه غتجي تقرا معنا في المدرسه. ما غتكملش الهضره معايا غتعيط لي الوالده، وهنايا غادي نمشي نجاوبها وغتقول لي على ولدي ما سمح لي راه ما درتهاش لك بالعاني، ولكن انا قلت ليها بغيت غير عام واحد اللي نرتاح فيه ندير فيه اصدقاء حقيقيين وما خليتينيش واخا انت وعدتيني. ولكن ملي غندخل القسم هنا المفاجاه الكبيره شويه حتى غتبان لي نورا داخله هي وريان. انا ريان غيبدا يقول لهم كان معنا واحد الممثل كبير وحنا ما كنا عايقين بوالو، ها انتوما سمعوا اشنو كيوقع. كنا غادي يشوفوا بانهم كانوا كيصوروني الوقيته اللي كنت كنهضر مع الوالده باش يثبتوا بانني انا وايهاب ممثل. ما بقى عندي ما نخبي، غادي نحيد كل شيء وهنايا كل شيء غيولي معجبات في القسم. حملت راسي غادي نهود، غادي ناخذ طاكسي وغادي نرجع لدارنا. الام ديالي غتعتذر مني لهذا الشيء اللي وقع وغادي نرجع عاوتاني الاضواء النجوميه، ولكن هذه المره كان خاصني نخرج لي في قلبي ونقول كاع داكشي اللي ما كيعجبنيش وغادي نجيهم فاس. نقول لهم انا درت هذه الخطوه هذه باش نلقى اصدقاء حقيقيين حيت معجبات روني بزاف وما خلونيش نتنفس، ومنهم هذه الممثله نورا. من هذا المنبر كنقول لكم باللي هذه السيده هذه ما بيني وبينها والو وما كتربطني بها حتى شي علاقه. انايا خويت قلبي وهذا الشيء ما غادي يغير والو في حياتي المهنيه. الاعتراف الاخراني هو انني كنبغي واحد البنت اللي سميتها اسماء. ملي ساليت من هذا الشيء كامل غادي نمشي عندها لدارهم، غادي يخرج لي خوها ويقول لي لا اختي ما كايناش ديرتو وانتيا الممثل ايهاب ما كتحملكش اختي وما باغاش تشوفك. وهنايا غادي نقول لي غير قول لي اللي كاين. انا بغيت غير نعتذر منها. وهنا حتى كيحول الثلاجه كانت مسكينه مخبيه في الثلاجه. نقول لها مالكي علاش تمخشيه هنايا؟ غتقول لي فريمون حشمانه منك هذا الوقت كامل وانت معايا وانا كنعرفك وميمطو ومعجبه بك بزاف. شو مالك علاش خبيتي عليا هذا الوقت كامل؟ وغادي نقول لها كما سمعتيني في الروبورتاج انا قلت لهم بغيت نلقى اصدقاء حقيقيين وبغيت نتنفس شويه، ومن هذا الشيء كامل انا لقيت وحده اللي بغاتني واخا ما عرفاتني انا لا ممثل لا والو. بغيت نعترف لك بواحد الحاجه بانني كنبغيك حيت ما غاديش نلقى اللي احسن منك انسانه اللي بغاتني كانا كانسان وماشي كممثل ولا مشهور. هذه هي القصه ديالي وكيفاش لقيت الحب الحقيقي، المراه اللي بغاتني انا ما بغاتنيش كمشهور ولا عندي الفلوس. وصلنا لنهايه القصه، كنتمنى تكون عجباتكم وخليتي ليها شي لايك، هادشي كيعاوني بزاف باش الفيديوهات ديالي يشوفوهم ناس اخرين. ما تنساش تخلي الاسم ديالك في التعليق على الله وعسى يكون معنا في القصه الجايه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله. I've spent so